السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ من فترة كده مش كبيرة ابل نزلت الساعة الجديدة بتاعتها وهي ابل واتش الترا. طبعا من قبل ما ابل تعلن عن الاصدار بتاع الساعة بتاعها ظهر طبعا التسريبات اللي بتحصل مع كل شركة عن الديزاين وعن الفيتشرز وعن الحاجات دي كلها للجهاز او الساعة بتاعة الشركة دي. فحصل تسريبات للساعة الجديدة اللي نازلة لابل، وبناء عليه بقى ظهر الشركات اللي ابتدت تنزل ساعات طبق الأصل من ساعة ابل الجديدة. ومن ضمن الشركات دي شركة W&O اللي هي نزلت ساعة اكتسحت بيها السوق اللي هي X8 الترا و X8 بلس الترا. كنت انا قبل كده عملت لكم فيديو مفصل عن ساعة X8 الترا، لو حد حابب ان هو يشوف الفيديو ده هتلاقيه في الاي فوق، او لو انا نسيت ان انا احط الفيديو في الاي دي زي كل مرة ممكن تدور على الفيديو ده في الفيديوهات بتاعتي. طيب بعد الاستخدام المطول للساعة دي، هل الساعة دي حلوة تنفع تكمل معانا ولا ظاهر ليها عيوب؟ وبما اني بقى ما شرحتش الاكس 8 بلس الترا، فالفرق سريعا ما بين الاكس 8 الترا والاكس 8 بلس الترا. الاكس 8 العادية طبعا فيها كل المميزات اللي احنا عارفينها وهقول لكم عليها دلوقتي. نزود على المميزات دي في الاكس 8 الترا حاجتين: حجم الساعة شوية أكبر بسنة بسيطة، يعني أنت لو ركزت فيها تاخد بالك، لو ما ركزتش قشطة هتمشيها عادي. الحاجة التانية إن الإكس 8 بلس ألترا بتقيس درجة حرارة الجسم، فأنا شايفها تقريبا مش ميزة قوي يعني، لأنها حاجة موجودة في كل بيت، جهاز ترمومتر بيقيس درجة حرارة الجسم، وحاجة واقعية جدا مش حاجة تديك رقم تقريبي. فانا شايف ان هي حاجه يعني مش مستاهله ان انت تدفع 100 جنيه زياده. دي 100 جنيه زياده عادي يعني، ممكن تدفعها قشطه مش مشكله. طيب المميزات بقى الاساسيه اللي موجوده في الساعه دي سريعا كده هقول لك عليها، عايزها مفصله هتلاقيني شارحها في الفيديو اللي انا قلت لك عليه. الساعه دي بقى بتعمل ايه؟ اول حاجه معانا طبعا ان هي بتدعم اللغه العربيه بمجرد ما انت ما بتطلعها من العلبه، فكل النوتيفيكيشنز اللي هتجيلك باللغه العربيه. دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا تقدر تعمل من عليها مكالمات، يعني تقدر ان انت تتصل من الساعة نفسها مش من التليفون، تتصل من الساعة نفسها على اي شخص انت عاوزه. وكمان فيها ميزة ان انت تقدر تحفظ اسماء معينة انت عاوزها في الساعة، يعني زي ميني كونتاكت صغير كده. تقدر ان انت تحفظ رقم اخوك، مراتك، مامتك، باباك، تحفظهم في الساعة دي، بحيث ان انت تقدر توصل لهم اسرع وتقدر تطلبهم من الساعة مباشرة من غير ما تمسك التليفون بتاعك. طيب احنا كده اتصلنا، نقدر نتكلم في مايك تقدر تتكلم منه، وفي سماعات تقدر تسمع اللي بيكلمك، فانت كده مش هتحتاج التليفون او مش هتطلع التليفون من جيبك وانت بتستخدم الساعة دي. كمان فيها حاجة جميلة جدا ان انت تقدر تتحكم في الكاميرا، يعني تستخدمها كريموت كنترول، تحط الكاميرا في مكان وتدوس على الساعة تبتدي ان انت تاخد الشوت اللي انت عاوزه، فتقدر ان انت تستخدمها كريموت كنترول. وكمان فيها آلة حاسبة بالنسبة للأسعار اللي زادت، وانت واقف عند البقال اشتريت كذا حاجة عايز تحسب الحاجات دي بكام وكانت بكام، فمش هتحتاج انت تطلع التليفون بقى وتقعد تفتح اللوك والكلام ده، لا، الساعة موجود فيها آلة حاسبة تقدر ان انت تحسب بيها اللي انت عاوزه. والجميل فيها بقى ان هي فيها حساسات تقدر ان هي تقيس لك ضربات القلب، نسبة الاكسجين في الدم، ضغط الدم، وتقيس لك معدل التنفس، شوية الحاجات الطبية اللي موجودة في كل ساعة. بس طبعا احنا ما نقدرش نعتمد عليها بصورة كاملة، يعني زي ما بقول ان هي تكون استرشادية لينا، يعني حاجة لو زادت عن حدها او قلت عن حدها نبتدي ان احنا نقيس بقى بجد في مكان او في معمل او في الحاجات بقى اللي احنا بنروحها دي. وكمان برضو من ضمن المميزات ان هي فيها GPS و NFC وسطوع بتاع الشاشة قوي جدا، ودي ميزة قوية جدا في الساعة دي. وطبعا حساسية اللمس في الساعة دي ما فيهاش اي مشكلة، ومن احسن الساعات الهاي كوبي او من احسن الساعات التقليد للابل واتش، حساسية اللمس بتاعتها ممتازة. نيجي بقى للعيوب عامة، حاجة واحدة فيها وهو ان هي مش ضد المية، يعني لو انت حابب تخش تتوضى او ان انت تغسل ايدك عامة هتضطر ان انت تقلع الساعة تحطها في جيبك تتوضى وتنشف نفسك وبعد كده تلبس الساعة تاني، لان انت لو حطيت فيها مية طبعا الساعة هتبوظ. العيب بقى اللي ظهر فيها بعد الاستخدام المطول هو عيب واحد بس، البطارية بتاعت الساعة دي بدل ما هي كانت بتاخد معاك اليوم كله مستريح، لا، هتحتاج ان انت تشحنها في نص اليوم. بس الملاحظة اللي هي نقدر نحافظ بيها على البطارية او ان احنا نقدر نوفر طاقة البطارية دي، ده هيكون من خلال ان انت تقلل سطوع الشاشة.
حاول تقلل سطوع الشاشة على مثلا 25-30، بحيث ان انت 25-30% تكون كافية جدا 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 ان انت تشوف الشاشة، لان سطوع الشاشة دي قوي جدا. فكمان هيحافظ لك على البطارية وهيوفر لك طاقة معاك ويخليها تكفي معاك بقية اليوم. في ملحوظة بقى عايز اقول لك عليها، ان للأسف الساعة دي نزل منها نوع مضروب، وده هتلاقيه واضح جدا لما تيجي تشتري الساعة. فنصيحة لما تيجي تشتري الساعة دي ما تشتريهاش اونلاين، عشان كذا حد قال لي انا عايز موقع يبيع الساعة دي، فانا بقول لك لا، ما تشتريش الساعة دي اونلاين من اي ويب سايت او من اي ابلكيشن. انزل دور، هات الساعة دي بنفسك وتلاقي الفرق ما بين الساعة المضروبة والساعة المضروبة برضو. يعني هي ساعة اصلا مضروبة، يعني ضاربين الساعة ضاربينها من شركة ايفون، او يعني فاهمين الكونسبت، يعني هم ضاربين الضرب. يعني مش عارف التخلف ده الصراحة، بس هتلاقي الفرق في العلبة، يعني هتلاقي بروز. هتلاقي العلبة الأصلية العلامات كلها فيها بارزة، أما العلبة المضروبة هتلاقي العلامات كلها عادية مش بارزة. وهيبان برضه على شكل العلبة إن هي رخيصة كده، مش هتحسها إن هي الأصلية. فلما تيجي تنزل تجيب الساعة دي هاتها من مكان موثوق، عشان لو معرفتش تفرق ما بين المضروب والأصلي، وبرضو ما تجيبهاش اونلاين. اخر حاجة بقى هقولك عليها، سعر الساعة دي في السوق كام. العادية الاكس 8 العادية هتلاقيها في رينج 1000 جنيه وانت نازل، مش هتزيد عن 1000 جنيه. البلس هتلاقيها ب 1150 جنيه وانت نازل برضو، مش هتزيد عن 1150 او 1200. اخرها 1200، مش هتزيد عن الرقم ده. ولو حد قال لي تنصحني بأنهي ساعة أحسن من الساعة دي، فأنا بقولك تقريبا مفيش في السوق ساعة نزلت تقليد للأبل ووتش أحسن من الساعة دي، فدي أنصح بيها جدا لو أنت حابب تشتري ساعة تقليد للأبل ووتش. وكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، ويا رب أكون فدتكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. سلام.